شويه اخبار حلوه تخص الاهلي في كاس العالم، خليك معايا. اول حاجه، الاهلي وقنوات اون سبورت هتاخد حق اذاعه مباريات الاهلي في كاس العالم، فبالتالي انت مش محتاج انك انت تنزل الساعه 4 الفجر و5 الفجر بقى لما يكون كاس العالم في امريكا تتفرج على الاهلي. لا يا باشا، وانت قاعد في بيتك شغل التلفزيون وعيش حياتك. الفكره كلها ان لقيت الناس متضايقه شويه من الخبر، خصوصا ان احنا عندنا كاهلاويه مشاكل مع قنوات اون تايم سبورت. احب اقول لك انك عادي جدا يعني اتفرج على الماتش. عندك مشكله مع معلق، وقف الصوت، خلص الماتش، ما تشوفش الصوت التحليلي، عادي جدا. انا عارف كويس قوي يعني من ساعه موضوع كاس العالم وقرعه كاس العالم للانديه بتاعت الاهلي لما جه احمد حسام ميدو قال لك انا مش هشجع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وكانت بصراحه سقطه كبيره منه ومن القناه نفسها انها تجيب حد زملكاوي يعلق على قرعه كاس العالم للاهلي. فانا عارف المشاكل دي، بس انا بالنسبه لي برضو حاجه كويسه ان مش كل الناس عندها الامكانيه انها تبقى عندها اشتراك في بي ان سبورت او اشتراك في قنوات مشفره، فبالتالي ده خبر انا شايفه بالنسبه لي كويس جدا. خليني اقول لك كمان ان النادي الاهلي خلاص اعلن تعاقد مع شركه متحده للرياضه انها تكون الراعي بتاعه في كاس العالم للانديه، وهينظموا لنا هناك مباراه وديه في امريكا. وعايز اقول لك ان الرعايه بتاعتنا هتكون قاصره فقط على الفندق وعلى الاتوبيس اللي احنا بتاع تنقلات النادي الاهلي، لان باقي الرعايه الخاصه سواء من شركات التدريب او سواء من شركات المباريات او اي حاجه تخص مباريات، فدي هتكون للرعاه الخاصين بفيفا. احنا مالناش دخل نهائيا بالقصه. اما الرعايه الخاصه بتاعتنا زي ما قلت لك هتكون بس في الاوتيل كلقاءات، ممكن منتجات او شركات تعمل اعلانات للنادي الاهلي، بس في الفندق وفي اتوبيس خاص بتنقلات النادي الاهلي. كمان احب اقول لك ان كابتن محمود الخطيب بنسبه 95 99% هيكون رئيس البعثه للنادي الاهلي في امريكا. دي اخبار مجربه من داخل النادي الاهلي بنسبه كبيره، ده اللي هيكون حاصل. ان شاء الله باذن الله يبدا الرحله العلاجيه بتاعته. كابتن محمود الخطيب لسه حتى وقتنا هذا ما سافرش، يعني القصه كلها بتتكلم من شهرين ونص 3 شهور تقريبا، وهيكون متواجد بقى في التحضيرات اللي قبل كاس العالم عشان خاطر اللعيبه اللي هتيجي والتحضيرات وكل حاجه، وهو اللي هيكون ان شاء الله رئيس البعثه. فعلا يعني مين غيره ممكن يكون مناسب لحاجه زي كده والحدث زي ده؟ كاس لاول مره في التاريخ هيتعمل كاول نسخه مباراه افتتاحيه، طبيعي جدا. ان شاء الله باذن الله يكون هو كابتن محمود الخطيب، ربنا يرجعه ان شاء الله بالسلامه ويشفيه ويعافيه، علشان احنا فعلا محتاجين وجوده كرئيس للبعثه جدا في حدث كبير ومهم زي الحدث بتاع كاس العالم للانديه ان شاء الله في امريكا. وبعدين اقول لك كمان ان القميص بتاع النادي الاهلي اللي هيلعب بيه كاس العالم للانديه وهيكمل بيه الموسم الجديد خلاص تمت الموافقه عليه، لكن لسه ما فيش اي تسريبات لتيشيرت النادي الاهلي في كاس العالم، لكن تمت الموافقه عليه وتمت كل تفاصيله جاهزه، لكن لسه ما فيش للاسف اي صور. اول ما تصحى في صور كده لاني اول واحد بجيبها لك هو الرياض.